السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نفضحوا هذا العميل والخائن، وربما نديروا فيديوهات أخرى نفضحوا فيهم العملاء والخونة والبروباغندا المخزنية، لأن معظم هذه الطائرات المستعملة في الفيديوهات نتاعهم هي طائرات ليست مروكية. مثل هذا العميل وعملاء آخرون تستعملهم المروك بالدرجة الأولى للشعب المروكي وليس للشعب الجزائري، لأنه هذو بما أنهم جزائريين أو بما أنهم مثل هذاك اليمني ولا مصري ولا جنسيات أخرى، هي تستعملهم لإعطاء مصداقية للرواية المروكية أو للبروباغندا المروكية. وبالدرجة الثانية للأسف كاين بعض الجزائريين اللي يطيحوا في الفخ نتاعهم، وهذو هما اللي معيشين الشعب المروكي في الوهم أنه هو شعب عظيم لا ينتمي إلى إفريقيا هذه، أو الشعب يقول لك نحن شعب شجاع وتخاف منا إسبانيا ونحتل الجزائر وهو محتل منذ 600 سنة، ما قدرش حتى يطالب بأراضيه شفويا ما قدرش، ما بالك بأعمال أخرى. شوفوا هذا مثلا واش راه حاط في الفيديو نتاعو، شوف الطيارة من الفوق، الطيارة من تحت، البوليساريو، زعما حالة كبيرة. شوفوا واش يقول. هكذا يتم إخماد الحرائق في المملكة المغربية عبر أسطول طائرات الكنادير الذي تملكه المغرب ولا تملكه دولة الغاز والبترول الجزائر، لأنه في الجزائر هكذا يتم إخماد الحرائق عبر ترك الناس عراة. شوفوا يا إخواني هذه الطائرة اللي يستعملوها لهنا مثلا في اللي تظهر في الفيديو هذا. طائرات شوفوا الطائرة هذه كما راكم تشوفوا الرقم نتاعها 855. يعني تبحثوا عن أي طائرة تظهر في الفيديوهات تقدروا تبحثوا عليها وتعرفوا الدولة التي تنتمي إليها هذه الطائرة. هنا 855 نشوفوا، بحثت عليه قليلا، ها وراه الفيديو اللي كان ينعت فيه، هو نفس الفيديو تظهر فيه هذه الطائرة كما نشوفوا هنا 855، وهنا راه نشوف في علم هنا لا يظهر. كي نشوفوا هنا السيد هذا مثلا، هذا تشوفوا بلي راهي قناة مختصة في تصوير الطائرات. هنا يعطيك المعلومات على هذه الطائرة ويقول لك بلي الكاميرا المستعملة مثل هنا في الأسفل، يعطيك نوع الكاميرا، الزوم وما إلى ذلك، ويقول لك البلد الذي التقطت فيه هذه الصورة هو كرواتيا بتاريخ 1/9/2024. وكان زيد تشوف شوية تدخل في القناة نتاعو مثلا، رايح تلقى في القناة نتاعو مصور العديد من الطائرات، ومصور هذيك الطائرة بالضبط رقم 855 تلقى بلي عندها طلعات أخرى مصورها من زوايا أخرى كما رانا نشوفو هنا. ودائما يكتب لك بلي الملتقطة في كرواتيا نفس الطائرة أيضا، وهنا يقول لك ملتقطة بكرواتيا بنفس اليوم كانت تطفي في الحرائق. وكان تروح تشوف هنا ويعطيك الحسابات نتاعو هنا كل راك تشوف فيهم، مثلا يعطيك الحساب تلقى هذه الطائرة 855 صورة ملتقطة في 11 ماي 2016، وهذه زوايا أخرى للطائرة 855. وهنا العلم الكرواتي الأحمر الأبيض والأزرق، وهنا كما نشوفوا هنا أيضا في الصورة. الآن وكان نروحوا للمواقع المتخصصة في هذه الطائرات، تلقى هنا هذه الطائرة، هذا موقع متخصص يعطيك كل المعلومات عليها ويقول لك تنتمي إلى كرواتي اير فورس والبلد نتاعها هي كرواتيا. وهذه الصورة ملتقطة في 2022 لنفس الطائرة هذه 855، وهذه الصورة أيضا ملتقطة لنفس الطائرة 855 ولكن هذه في 2013، وهذه أيضا نفس الطائرة ولكن هذه الصورة ملتقطة في 2007 وهي كرواتيا وتنتمي إلى القوات الطيران العسكري تاع كرواتيا. هذه بكل بساطة يا إخواني واش راهم يديروا هما في الفيديوهات نتاعهم المراركة هذه، ونفضحوهم واحد واحد إن شاء الله. الآن السؤال الذي يطرح والعلامة الاستفهام الكبيرة التي تطرح، المراركة يعني قاموا بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الكلمات: أقوى أسطول في إفريقيا، أكبر أسطول في إفريقيا، كنادير. ولكن لماذا لا تستعملون فيديوهات حديثة يعني تاع العام هذا تاع 2026 لطائراتكم بأرقامها والعلم المروكي عليها وهي تقوم بهذه عملية الإطفاء؟ لماذا تستعينون بصور مثلا طائرات من كرواتيا، طائرات من إسبانيا،
هنا شوفوا مثلا هنا نفس الفيديو. شوف تهبط تحت بارك ورا. شاهد قوة الكنادير المغربية في قلب النيران، قرار استراتيجي صدم الجميع. مروك زعما راك شغل ما عرف واش داروا. اذا وهو نفس الفيديو نتاع الكرواتي هذا بالطائرة كرواتية. اذا السؤال الذي يطرح: لماذا لا تستعملون طائراتكم؟ بكل بساطة، أين هي هذه الطائرات؟ أرونا فيديوهات وهي تقوم بعمليات الإخماد مثلا. شوفوا قدش عندكم طيارة وكيف تستعملونها وما إلى ذلك. وهنا نفتح قوس، يعني اللوم الكبير هي مثلا على الصحفيين تاوعنا وعلى الدولة الجزائرية أيضا. انت راك داخل في حرب إعلامية مع كثير من الدول، ومن بينها هذه المروك. والمروك هذه راهم مشنين عليك حرب نفسية على الشعب تاعك فيما يخص تاع إطفاء الحريق هذه. يعني نتوما واش خاسرين وكان ديروا روبورتاج بكاميرات جيدة، يعني وكان تجيب تليفون مجرد هاتف يدير لك روبورتاج بجودة عالية جدا، جيب درون. كان مش قادرين حتى روحوا كريو واحد من المؤثرين هذو يدير لكم فيديو بالدرون بالكاميرات بجودة عالية. ساعات يدير لك واحد روبورتاج الكاميرات والكاليتي مش مليحة، خلاص شوفك شغل راهي فيديو هذا نتاع الثمانينات والله جيك شغل من الدول هذيك المتخلفة ولا واش راك خاسر كي دير روبورتاج كاليتي مليحة، التصوير الزوايا جيدة، وتشرح فيه للشعب تاعك الطيارات هذه كيف راهي موزعة على مستوى الوطن، أولوية التدخل مثلا. قدش عندك طيارة، كيفية التدخل، تشرح لهم مثلا علاه نطفيو النار هكذا وما نطفيوهاش هكذا. كي تعود النار هنا وهنا، كيما شفت روبورتاج فرنسي هذاك يقول لك مثلا كي تطيش الماء لازم ثلثي الماء يروح في الأخضر من مازال ما تحرقتش، ثلثه يروح في الحرائق. وهكذا حوايج تحكي على كل التفاصيل. هكذا الشعب تاعك يثقف ويتوعى في نفس الوقت ويفهم لماذا هذه الصعوبة. مثلا هنا أمر صعب، هنا أمر سهل، وكل شيء يعني كل التفاصيل. وتقضي على هذه البروباغندات بوسائل بسيطة وبفيديو فيه مثلا 10 دقائق مرة على مرة. مثلا نتبع إخماد الحرائق هنا في بجاية، هنا بوسعادة، هنا في سعيدة، هنا مع بليش وين. وتكون روبورتاجات وين الشعب يقدر يتبع التفاصيل هذه ويتثقف في نفس الوقت، وتحميه نفسيا ومن استحماره من طرف أمثال هذا الغبي وأمثاله كثر. هذا فقط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع في فيديوهات أخرى إن شاء الله لنفضح استعمال طائرات أجنبية على أساس أنها طائرات مروكية.